لو بيحصل لك تعرق عموما سواء في الجسم او في الوش او في الشعر، فالفيديوهات دي سلسله الفيديوهات دي مهمه ليكي، تابعونا للاخر. وده النهارده بارت 1. في بارت 1 هنتكلم عن مشكله بتعاني منها اغلب البنات، اللي هي بتحطي الميك اب وتخرجي في الشمس، او حتى لو خرجتي بالليل بيحصل تعرق وبالتالي بيبوظ بشرتك او بيبوظ بشرتك وبيدي شعور غير مريح. طيب المشاعر المسؤوله عن التعرق للوش هي مشاعر الخوف من هجوم في المستقبل. يعني ممكن تكوني خايفة من حاجة هتواجهك في المستقبل، مش بالضرورة هتكون الحاجة دي هتحصل، هي بس مجرد مشاعرك او احساسك ناحية الموقف ده عموما. فعلشان كده بيحصل تعرق في الوجه كله. طيب لو حصل تعرق بيجي دايما في المنطقة اللي هي منطقة الشنب دي، مش بنبقى عارفين سببها. دي بيكون سببها ان انا بقول كلام او هقول كلام بس خايفة منه في المستقبل، او خايفة من تأثيره، او مش واثقة في الكلام اللي انا بقوله. فلو انت بتحصل لك الحتة دي فراجعي كلامك واطمني ان خلاص الكلام طلع منك، فتقبلي ان هو طلع وما قللوا احساسكم بالتوتر. بالتدريب الموضوع ده هيتعالج عندكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر تابعونا في بارت 2 وبارت 3.